لسه شايف واحد صاحبي كان بيتكلم عن ال AI product manager role أو الدور الجديد اللي ظهر، اللي بيسموه يعني مدير منتجات بس بالAI أو الذكاء الاصطناعي. فأنا حبيت إن أنا أزوّد على كلامه يعني أهم 3 حاجات المفروض الAI product manager هيعملهم مختلفين عن الtraditional product manager. أول حاجة طبعًا وهي إن هو يبقى عنده القدرة على تحليل المشاكل والbusiness cases اللي موجودة في أي شركة، علشان يحدد إيه اللي ممكن منهم يتحل بالذكاء الاصطناعي، أيًا كان بtool أو بmodel وهكذا. الحاجة التانية تحديد إذا كان في عنده بيانات كفاية وبيانات نضيفة اللي يستخدمها إنه يدرّب model أو يبني model ليها. تالت حاجة إزاي هيبني الsolution بالطريقة أو بالشكل النهائي اللي هيوصّل نفس الvalue اللي كان بيدوّر عليها عشان يحل بيها المشكلة دي.